نعمتان لا شك، الصحة والفراغ من أجل نعم الله سبحانه وتعالى. ومن أراد برهان ذلك وشاهده ودليله فليعد المرضى في مراقدهم، ليدخل المستشفيات وسيرى كيف حال المرضى وحال الذين يتوجعون ويتألمون فلا يستريحون ليلا ولا نهارا. من رأى ما عليه المرضى أدرك نعمة العافية التي هو فيها. لذلك كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل الله العافية. من أوراده الصباحية والمسائية صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وكان يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن إذا رأينا امرأ ابتلي في بلاء ما أن نقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ما تقول وجهه الحمد لله الذي عافاني، إلا كان تقولها بينك وبين نفسك حامدا الله على العافية. تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لأنها نعمة جزيلة، نعمة عظيمة، نعمة العافية. عندما يعافى الإنسان والسقم والمرض يهجم على الإنسان أحيانا مفاجأة دون سابق إنذار، فيعطله عن كثير من آماله. كان يسوف ويقول: لما إن شاء الله يكون عمري 50-60 سنة بكون يعني أحج واعتمر وأصلي وأعبد وأسوي كذا وأتقرب بالقربات. فإذا بعلة معوقة تصيبه تلزمه فراشه لا يستطيع فعلا ولا تركا. من المرضى شباب أقوياء، لكن فجأة ابتلي بمرض فأصبح جثة في الفراش ما تتحرك منه إلا عينه تطرف فقط. والعجب إن يعني من آيات الله أن يبقى زمنا طويلا جدا. أنا أعرف بعض الأشخاص بقي سنوات طويلة يقلب في فراشه ولا يتقلب، يقام ويقعد ولا يقوم ويقعد. من أراد معرفة ثمرة قيمة هذه النعمة فلينظر إلى أحوال المرضى. والمرء لما يقع في البلاء عافانا الله وإياكم يشوف عينه في العافية التي سلب منها.